هي كل الشنط المستلزمات زي بعض. اكتر سؤال سالتونا الفتره اللي فاتت، شنط المستلزمات كلها واحد واستخداماتها ايه، وايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ طبعا في انواع كتيره. في مثلا شنطه عاديه مستلزمات بتشيل على الكتف، واحده بتشيل على الظهر. في حاجه مثلا معاها كروكيت بتشيل فيها البيبي، ممكن حاجه الوحيده تشيل باك على الظهر، كذا حاجه. يعني في اكتر من ستايل لشنط المستلزمات البيبي. خلينا على طول او نبدا كده. ده كده مثلا معانا عشان تفهموا. دي شنطه المستلزمات اهي، ده نوع اهو. انا شلتها كده، تشيلها كتف بس كتف، تشيلها هاند في ايدك، صح؟ تشيلها كده اهو. لا 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 فاهم؟ حسب الام ما هي عايز بيناسبها ايه، وكمان تشيلها بالهاند عادي خالص. احنا طريقه الشيل خلاص احنا بقى تشيل كميه عادي، صح؟ بص حضرتك بقى، دي معاها كمان هديه معاها نفس الدرجه نفس كل حاجه. طبعا موجود بناتي وموجود صبيان كبيره من جوه ما شاء الله، يعني تشيل حاجات كتير. فيها جيوب خارجيه تستخدم بيها كده، ومن هنا برضو جراب ليها تاني، وهنا جراب متقسمه تقسيمه حلوه. طبعا اقول لحضرتك على حاجه، دوت مثلا لون بيمشي ولد ما مش قادر اقول ولد وبنت، ازرق وكحلي وكده، كحلي والرسمه اللي عليه ولد، حاجه زي كده بنوته، حاجه لبني كده الكافيه. طبعا كل الدرجات بتاعته، في حاجات فراشه هنا بنوته لذيذه، كل الدرجات دي كده. طبعا يعني ده الستايل الاولاني، ده ستايل على الكتف، بس برضو في نفس الستايل على الكتف، بس ستايل تاني من اللي على الكتف مختلف، يعني على الكتف بس الجيوب مختلفه، ساعه اكتر، حجم اكتر، ماتيريال مختلفه. هنا برضو الخامات بتفرق في نوع وسعر الشنطه يا جماعه. ماشي برضو نفس الحكايه في الايد اهي. ماشي جميله يعني. وبصوا هنا حضرتك في حاجه برضو، بص حضرتك لو انت بصيت هنا متينه اللي هي عشان دي هتشيل برضو، انت هتشيل هدوم البيبي، هتشيلي حاجتك برضو معاه، تشيلي فيها حاجات وغيارات، بص من جوه برضو اهي الاكل بتاعه والحاجات الاساسيه. طبعا هي شكل في حاجه ليك على حسب ما انت برضو الذوق بتاعك هيقول. يعني مثلا انت عاوزه حاجه بجبين، عاوزه حاجه عاديه، طبعا موجود منها كل الدرجات زي ما حضرتك شايف، الجري، الكحل، اللبني، كل الدرجات بتاعتها. وتاجه هي تمشي بنوتات حلوه قوي، جميله قوي، ومش براند واحد، ده في اكتر من براند موجود. ماشي، ده اول نوع مثلا معانا، ده كده اول نوع من انواع. تعالى بقى اوريك نوع تاني بقى، حاجه انا اوريكم. احنا بنكلمكم منين؟ احنا بنكلمكم من رأفت صيام 3 ام للجمله. ده الفرع الرئيسي اللي في المنصوره، اكبر فرع جمله هتلاقوا فيه احتياجاتكم كلها. ده اللي معاك كروكيت اكيد، صح؟ ده شايف بعمل ازاي، شايف جماله بقى. ده كامل كده بيجي في بوكس لذيذ ينفع هديه. طبعا الوان فضي، فاهم اهو، الدرجات كلها جميله. وما تنسوش كمان ان احنا موجودين في المحله الكبرى، شارع المعهد الديني، امتداد اسم امام مسجد الكنيسي في اتجاه السريع. ماشي هنشوف. ده كده بقى ايه يعني، ايه باكت كده كهدايا اهو. دي شنطه مستلزمات زي اللي انتوا شفتوها معانا من شويه، بس مش لوحدها بقى، بس دي الماتيريال بتاعتها كبيره واسعه من جوه، خامه مختلفه، دي حاجه ووتر بروف يا اسلام ولا ايه؟ جميله ووتر بروف. بصوا بقى، دي اللي معاها القطعه الاضافيه، الشنطه والكاروكيت او السرير المتنقل للبيبي مع بعض في بوكس واحد بس. ماشي، الاثنين مع بعض. مثلا ده كاروكيت بتحط فيه البيبي. ناس كتير برضو بتسال ايه الكاروكيت ده. الكاروكيت ده عباره عن شنطه بتقلب سرير للبيبي، لكم نموذج منه متركب فوق اهو. بصوا بيتفتح كده، سرير متنقل للبيبي، وبتلف البيبي مع الناموسيه بتاعته تحفظيه، وخصوصا على بعضه كده زي ما انت شايف في اجواء الخروجات والمصايف، الامهات اللي بتروح تصيف دلوقتي وعايزه حاجه للبيبي، مع شنطه المستلزمات، ومعاكي كمان الايه الكاروكيت بيجي في بوكس لذيذ كده. ماشي زي ده كده. ابص اللون هنا مختلف، من غير ما تفتح بقى خليها، وبعد كده نروح لحاجه مفتوحه نبص عليها. ابص ده لون تاني اهو منه. ماشي، وده تاني نموذج معانا هنا. الانواع الموجوده في نموذج ده لوحده، ده اللي هي على الباك بقى كده، ده تبع الشنط يا اسلام برضو، ولا ده حاجه لوحدها مختلفه؟ بس بيبي نست، ده بيبي نست برضو بعيد عن الشنط، بس ده بيبي نست لوحده. ماشي، خليه في اخر حاجه نفتحه ونشوفه. تعالوا بقى نكمل بقيه انواع الشنط ونوريكم التفاصيل للشنط اللي موجوده. ده كده قلنا لكم في الاول شنطه الهاند، وده الباك بقى. شلنا الباك اهو بقى. ايه مشوار كده؟ انت متحمس يا اسلام؟ انت رايح المدرسه ولا ايه؟ لا متحمس صح؟ شايفك متحمس للي جاب على الفيديو ده. ماشي، ده شنطه باك كده، الماتيريالز موجوده برضو، تشيلوها برضو، ممكن تشيلها كده وتشيلها ايه، تشيلها على الجنب اهو زي ما هي عاوزه عادي. ايوه، ده كده متاح وده كده متاح برضو. ايه، ساعه كبيره فيها جيوب بينها اكياس، بس معلش اهو في منها في منها الوان طبعا. ده لون بصوا الساعه من جوه اهي. دي بقى ميزتها حاجه ثانيه اعلى بقى. دي بقى في من هنا حراري، الحراري اللي هو مثلا بيبيعوا لنا حاجه سخنه، حافظ عليه. طبعا فيها تقسيمه من جوه بسوسته داخليه كمان، عايز تاني حاجه تحط حاجه مهمه، فاهم؟ سوسته من الناحيه الثانيه برضو متقسمه من الناحيه الثانيه، سوسته خارجيه تحت كده. لا بصراحه برضو ده نموذج جدا قوي، يعني بتعمل كذا حاجه ومختلف من شنطه المستلزمات. ماشي، تعالوا نشوف كمان منها الوان طبعا يا اسلام. كل نوع بتاعته الوانه موجود، كل دي درجتها كده، كل الشنط ايه ده. بصوا ايه كلها هنا. طبعا في اشكال ثانيه زي دي كلها كده. تعالوا نشوف بقى ايه ده. شنط برضو كل الشنط دي كده. بصوا ايه
كل دي درجات الشنط ايه؟ تعالوا نشوف الشنط دي برضو، ممكن نفتح حاجه من دول يا اسلام نشوفها. ماشي تعالوا بقى نشوف كمان ستايل من الستايلات دي اهو. بصوا وهنا الكاروكيت هنا لوحده مقفول يا اسلام اهو. هوريكم برضو الكاروكيت هنا. بصوا بقى الشنطه دي برضو استك برضو بيحط فيها حاجه هنا، استك داخلي برضو كمان حاجه برضو دي حريري كلها زي ما انت شايف. احنا لا انت عارف فيها ازازه ميه؟ انت ماشي خلاص ماشي. حطها ازاي دلوقتي؟ خلاص مش مشكله. تعالوا نشوف بقى الكاروكيت اللي مفتوح بالمره. انت هنا جبنا لنا كاروكيت كده. في كاروكيت فرداني بعيد عن شنطه المستلزمات، تقدروا تطلبوه لوحده. تقدروا ايه شنطه ايه يعني السرير متنقل للبيبي، لذيذ باشكاله الوانه وستايلاته اللي موجوده. ماشي احمر بني كده. تعالوا بقى نكمل باقي ايه الستايلات الخاصه بالشنط المستلزمات. شفتوا معانا نموذجين 4 نماذج لحد دلوقتي. هنشوف نموذج في دبدوب هنا يا اسلام. حركات دبدوب اهو. طبعا كل الاشكال دي كده زي ما انت شايف. شنطه زي كده كباك ولا هاند؟ شكلها هاند كده زي دي كده بالظبط، بس اللون بتاعها مختلف. ده نفس دي مليانه اهي بصوا ما شاء الله وكبيره اكتر. تمسك كده وتشيل ايه على الكتف. انت ما عملتش الاداء التمثيلي يا اسلام معلش عشان يبقوا يشوفوها بس. ايوه الاداء التمثيلي يبقى ايه اهو. الصعبه اهو ماشي. بصوا اهي الاداء التمثيلي مهم في المرحله دي. الشنطه بتجربتك ليها يعني ايه اداء تمثيلي ايه. نعمل ايه تاني بس. ماشي. وده نموذج تاني من شنط المستلزمات طبعا باشكال كتير زي اللي احنا شفناها جوه، بس ماتيريال مختلفه بشكل مختلف تاني برضه، سواء كان هاند او باك. طبعا خامات زي كده. طبعا التشكيله زي ما انت شايف متاحه كبيره يعني من الشنط ما شاء الله. في حاجه زي كده برضه دي برضه حلوه. كل دي خامات اعلى طبعا، الخامه بتاعتها بالجوده عاليه يعني لا تستحمل. ده باك ولا هاند برضك؟ ده هاند برضه هاند. ماشي. ودي كلها انماط واشكال. وهنا جاوبناكم على السؤال اللي قلنا لكم في اول الفيديو، يا ترى اشكال الشنط بتفترق او اشكال الشنط بتختلف ولا لا؟ الاختلاف الاساسي في اشكال الشنط سواء كان شكل او استخدام او كمان سعه. يعني بصوا في حاجات بتشيل كميات كبيره وحاجات بتشيل كميات قليله، حاجات صغيره، ماتيريال مختلفه، خامات مختلفه، وده كله بيفرق معاكم في السعر وكمان في الجوده الخاصه بالمنتج. ماشي. احنا في الاخر بقى نختم لكم بالبيبي نست اللذيذ ده. بالبيبي نست اللذيذ ده لوحده فرداني بعيد عن شنط المستلزمات. بصوا السرير كده بقى وحركات. لا بس حاجه كده ملوكي يا اسلام. شيك جدا. السرير كده خامته مختلفه ومعانا الناموسيه بتاعته. ان شاء الله نعمل لكم فيديو عن الناموسيات واشكالها وانواعها الموجوده. تحط السرير والبيبي نست نفس فكره الكروكيت بس ده سرير بقى يعني ده مش تنقل اكتر منه هو في البيت. يعني مثلا تحط البيبي تحط الناموسيه ديت اهو. لا مفيش اروق من كده ولا اجمل من كده. المخده بتاعته كمان ستايلات جميل. في مخده اكبر ولا ده مرتبه ماشي. بصراحه مميز جدا. منه الوان ولا بينزل لون واحد؟ بينزل الوان طبعا. بينزل الوان. استنوا فيديوهات جديده نقول لكم تفاصيل اكتر. وبكده عرفتوا اجابه اساسيه للسؤال اللي سالناه في الاول اللي كان بيقول ايه يا اسلام؟ في انواع شنط يا ترى شنط المستلزمات بتفرق ولا لا؟ شفتوا معانا انواع كلها وكلها موجوده عند رأفت صيام. استنوا فيديوهات جديده نقول لكم تفاصيل اكتر عن المنتجات الموجوده في كل فروع رأفت صيام. احنا بنكلمكم في الفرع الرئيسي هنا في المنصوره شارع بورسعيد سوق الخواجات. كل اللي انتوا عايزينه في عالم المواليد من عمر يوم لحد 18 سنه موجود عند رأفت صيام. ده غير الاطفال موجود بتفاصيلها سواء كان حاجات خروج او حاجات بيتي موجوده عند رأفت صيام. استنوا فيديوهات تفصيليه على كل المنتجات اللي بتحتاجوها وكل الاكسسوارات والالعاب اللي موجوده عند رأفت صيام. لان هنا بس مش هتلاقوا اللبس والحاجات الاساسيه اللي بنقولها. هتلاقوا كمان هنا الالعاب بتفاصيلها وكل الاكسسوارات اللي بتحتاجوها للبيبي سواء كانت اساسيات او كماليات موجوده عند رأفت صيام بكميات. استنوا فيديوهات تفصيليه على كل المنتجات اللي موجوده عند رأفت صيام سواء كنتوا عايزين بطاطين، عايزين العاب، عايزين لحيات، عايزين عضادات، كل ده موجود عند رأفت صيام وبكميات.